الفيديو ده معمول مخصوص لأي حد لسه هيبدأ يشتغل في المطبخ هيأسس تأسيسات كهرباء أو تأسيسات سباكة. لازم تخلي بالك من الأساسيات اللي أنا أقول لك عليها دلوقتي، سواء تأسيس كهرباء أو سواء تأسيس سباكة أو سواء تأسيس المطبخ نفسه، اللي هو سواء هتجيب مطبخ ألمونتال أو أي خامة HBL أو بوليلاك. المطبخ طبعا اول ما بنبدا نشتغل فيه احنا بنبدا نعمل المطبخ كله محاره، سواء انت هتعمله محاره او سواء هتعمله سيراميك. بس هو يفضل الوقت اللي احنا ما قلناش بنعمل المطبخ سيراميك، بنبدا نعمل المطبخ كله محاره، وبنعمل الجزء اللي هو ما بين الوحده اللي فوق والوحده اللي تحت يعني بيتجلد، سواء بيتجلد رخام او كوارتز او اي بديل تاني للمطبخ. الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها، طبعا احنا عندنا الوحده اللي تحت بيكون ارتفاعها حوالي 85 او 86 سم. بنبدا نسيب الجزء ده اللي هو بيبقى حوالي برضه متوسط ك 50 سم، وبنبدا نعمل الوحده اللي تحت. طبعا في ناس بتعمل الوحده اللي فوق تعملها للسقف او بتسيب جزء فوق، بس يفضل برضه اللي احنا نعملها للسقف، وبرضه هقول لك ليه. لو جينا اتكلمنا عن الجزء اللي تحت او التاسيسات كتاسيسات سباكه، اول ما ببدا اسس السباكه لازم احقق مثلث الحركه. انا عندي انواع مطابخ كتير. عندي المطبخ ممكن يكون على شكل حرف يو، او ممكن يكون ضلعين بس، او الجنب اللي هو بيكون حرف ال، او ممكن يكون ضلع واحد بس. على حسب الديزاين اللي انت تختار او على حسب احتياجاتك بنبدا ننسق الحاجات دي كلها في الديزاين. عندي المطبخ اللي هنا هيكون موجود على شكل حرف يو، يعني هستخدم الجنب ده والجنب ده والجنب ده، فببدا اوزع كل الاجهزه الكهربائيه اللي عندي برضو على حسب احتياجاتي. طبعا المطبخ بيكون فيه زي ثلاجه، بيكون فيه بوتاجاز، بيكون فيه غساله ملابس، بيكون فيه غساله اطباق، بيكون فيه مايكروويف، بيكون فيه فرن كهربائي، بيكون فيه فلتر. طبعا ببدا اوزع الحاجات دي بسيستم معين اللي هو مثلث الحركه. لازم احقق في المطبخ مثلث الحركه على قدر المستطاع، علشان ده بيسهل لي طبعا او بيسهل على ست البيت الاستخدام الامثل لكل حاجه في المطبخ، سواء في الحركه او في المرونه وهي مثلا بتغسل او بتحط حاجه على البوتاجاز. طيب مثلث الحركه هنا علشان احققه اخترنا اللي احنا نعمل الحوض هنا تحت الشباك، وده طبعا افضل حاجه احنا بنفضلها، اللي هو الحوض دايما يكون تحت الشباك. جينا هنا عملنا هنا البوتاجاز، حطينا هنا التلاجة. لو هنحط هنا غسالة اطباق او غسالة ملابس طبعا هتكون جنب الحوض. يبقى انا عندي الجزء ده كله اللي هو خاص بالغسيل او خاص بالميه، عندي الجزء ده اللي هو خاص بالبوتاجاز او خاص بالحراره، عندي الجزء ده اللي هو خاص بالاجهزه الكهربائيه، سواء ثلاجه او سواء مايكروويف او سواء فرن كهربائي. فانا عندي كده هنا حققت ايه؟ حققت مثلث الحركه. الحاجه الثانيه اللي لازم اخلي بالي منها هو تاسيس السباكه. طبعا انا عندي تاسيس السباكه باسس لكل حاجه حتى لو انا مش هركبها، يعني هي مش هتكلفني حاجه في التاسيس. زي باسس هنا للحوض، وجنب الحوض لازم انا اسس للفلتر، وجنبه برضو لازم انا اسس سواء غساله اطباق او غساله ملابس، وده برضو بيرجع لمساحه المطبخ عندك. عندي هنا البوتاجاز، عندي هنا الثلاجه. برضو الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها في تاسيس المطبخ هو بند الكهرباء. انا عندي العلب بتكون على 3 مستويات في المطبخ. العلب بتكون او المفاتيح والبرايز اللي هي الخاصه بالكهرباء بتكون على 3 مستويات. انا عندي المستوى اللي تحت اللي هو ارتفاعه 85 سم بيكون في علب مدفونه جواه. زي مثلا انا هركب فلتر كهربائي لازم يكون ليه باريزه داخل العلبه. لو الغساله مثلا هتركب هنا لازم يكون الغساله برضو ليها باريزه داخل العلبه في الجزء اللي هو ال 85 سم. طبعا ليها باريزه تحت، لازم أن يكون ليها مفتاح في الجزء اللي هو في المنتصف ما بين ال 85 وما بين الوحده اللي فوق. طبعا ده علشان يسهل، يعني ما ينفعش يكون عندي هنا مثلا غساله واطلع الغساله علشان احط الفيشه او اشغل الفيشه تاني، لا، يكون عندي هنا مفتاح يكون معمول خاص بالغساله. طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو يفضل ان انا اقفل الجزء اللي فوق او الوحده اللي فوق خالص اخليها للسقف، سواء انا هعمل جبسون بورد او مش هعمل جبسون بورد. هو صوت كده كده الجبسون بورد بيكون حوالي 10 سم او 15 سم. بقفل الجزء دوت اللي انا ممكن استخدمه في كذا حاجه، زي ممكن نستخدمه في تخزين الحاجات اللي هي ملهاش استخدام كتير، بنبدا نخزنها في الوحدات اللي هي فوق.
تمام. او ممكن نعمل زي مثلا توصيلات الغاز، ممكن نمشيها من داخل العلبه اللي فوق. او لو انا هركب شفاط اللي هو المسطح بمدخنه، ادخل الماسوره بتاعت المدخنه علشان ما تظهرش في الاخر بشكل سيء او تكون ظاهره عندي في المطبخ. فانا كده كده دريت كل حاجه، سواء توصيلات مدخنه او سواء توصيلات غاز او سواء اي مواسير عايز اوصلها.